الحياة فيها حاجات حلوة كتير قوي، لازم نعيشها، لازم تعيشيها. مش بس انتي، لا، وولادك وجوزك أسرتك كلها. عشان أعيش حياة حلوة سليمة صحية، أربي ولادي كويس، أعلمهم كويس، أعرف أعيش حياة سعيدة أنا وزوجي وولادي، لازم يبقى في مسافة بين الطفل الأول والتاني والتالت. وبس كده كفاية ولا إيه؟ عشان تربيهم كويس، عشان تعلميهم كويس، عشان يعيشوا حياة كريمة، مش عشان خير ربنا كتير فنجيب عيال، لا. هي المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن عشان نربيهم تربية سليمة ونطلع جيل حلو ذكي أصحاء يعرفوا يعيشوا حياة كريمة. أقولك بقى إزاي تنظمي؟ روحي بسرعة لأقرب وحدة جنبك، هتلاقينا قاعدين في انتظارك، هنديكي المشورة ونعلمك تعملي ايه، وننصحك بالوسيلة الصحية الجيدة اللي هتنفع معاكي. قبل ما تقومي بالسلامة وتولدي، روحي بسرعة على الوحدة الصحية عشان يقولولك انتي هتعملي ايه. ممكن اصلا تستخدمي الوسيلة دي في يوم الولادة على فكرة، ايوه، او ممكن يدوكي الاستشارة ويقولولك تجيلهم امتى بالظبط. على فكرة الوسيلة اللي هتنفع معاكي مش هتنفع مع اختك، مش هتنفع مع جارتك، مش هتنفع مع صاحبتك. فاوعي يكون حد بيحكي معاكي ويقولك انا استخدمت الوسيلة دي فانتي تروحي تستخدميها. لا لا لا، انتي لازم تسمعي المشورة وتاخدي المشورة اللي هتنفع معاكي. انتي لازم تروحي دكتورة قاعدة في انتظارك، وكل ده من غير ما تدفعي ولا اي حاجة، بالمجان. اوعي تدفعي، ما تدفعيش.